فطير المشلتت يعني ماما ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها. بصوا كده معانا الفطير مورق وطبقات مفيش بعد كده. يعني بصوا انا لو حبيت افكها لكم هتلاقوا طبقات كتيرة جدا، والفطيرة مقرمشة ومحمصة من بره ومن جوه طرية اخر طراوة. بسم الله ما شاء الله. يا جماعة بتوع الدايت بعد اذنكم يعني اتفرجوش على الفيديو ده. الفيديو ده للجماعة اللي يعني حلو، هو حلو يا جماعة، هو حلو، احنا كلنا حلوين الحمد لله. بصوا هنا احنا جهزنا الدقيق، احنا عجلنا 3 كيلو ونص تقريبا دقيق. ما بنحطش عليهم حاجه غير يا دوبك رشه ملح وشويه سكر، السكر حسب رغبتك. لو بتحبيه مسكر كتري سكر، حطي 3 كوبايات سكر هتلاقيه مسكر تاكليه كده من غير اي حاجه. بتحبيه مظبوط عشان خاطر هتاكليه بجبنه قديمه، هتاكليه بجبنه حادقه، باي حاجه يتاكل معاكي. حطي كوبايه مثلا، احنا حاطين حوالي كوبايه وربع سكر على 3 كيلو ونص دقيق، ورشة ملح زي ما قلنا، والمية بس يا دوبك دافية دفيان بسيط كده من غير خميرة ومن غير أي حاجة. هنعجنه أنا وماما ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها، هي اللي بتعجن معايا اهي. والعجين بسم الله ما شاء الله يعني، ولا بصوا ولا تخليه طري ولا تخليه ناشف، يعني يبقى مستطري كده حاجة بسيطة. وبعد ما عجنا نغطيها بحتة قماشة ونسيبها ايه تستريح على جنب. معانا بقى هنا السمنة دي يا بنات سمنة صفرة، على اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، على حتة زبدة وشوية زيت كده صغنطاطين، بنفكفكهم بايدينا، بنقعد نسيحهم كده. يعني درجة حرارة ايدك بتفكفك السمنة لوحدها، احنا مش بنحب نعملها على البوتاجاز، بنحب نسيحها كده وتخش كلها في بعضها، ونبتدي ايه نعمل بيها بعد كده القرص بتاعتنا. فاض منها حاجة عادي بتطبخي منها بعد كده، ما فاضش خلاص. يا جماعة بصوا يعني اكيد انا مش هناكل السمنة دي كلها، مفيش واحد ياكل الفطير كله لوحده. فالجماعة بتوع الدايت بعد اذنكم كده يعني اتفرجوا علينا، وان شاء الله لما تخلصوا دايت يبقى اعملوا الفطير ده. شوية الزيت بتوعنا اهو، هنقلبهم مع حبة السمنة، وهنجيب بقى نحطهم على جنب، وماما بقى ايه تبتدي تقرص معانا كده الفطير بتاعنا. يعني هما اللي احنا بنحب الفطيرة نص كيلو، ما بنحبهاش ولا كبيرة ولا صغيرة، تبقى وسط كده، وتبقى مش مش تخينة برضو مش رفيعة. يعني انت هتشوفوها دلوقتي بعد ما نعملها هتلاقوها حلوة خالص ما شاء الله. هما التلاتة كيلو ونص جم معانا 7 فطاير بالظبط، اللهم بارك. طبعا قبل ما نبدأ نسينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسمي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنكورهم كده. وبصوا اهم حاجة الصينية اللي هنحط فيها الفطير دوت تكون مدهونة زيت عشان العجين ما يلزقش في الصينية، وايدك برضو تكون فيها زيت عشان العجين ما يلزقش في ايدك، خصوصا لو اطرى من كده كمان. في ناس بتطريها كده، بس هي ماما بتحبه وسط يعني، وانا ماشية على طريقة ماما بالظبط ربنا يبارك فيها، وبصراحة بيطلع احلى فطير. يعني ليه نجيبه اصلا جاهز من بره وندفع فيه الشيء الفلاني وما بيطلعش برضو زي بتاع البيت؟ يعني انا هقولك اللي بجد كلته وكان حلو هناك في البلد، في ناس في البلد مخصوصة بتعمل فطير زي ده، لكن فطير الافران او الناس اللي هنا فاتحة محلات لا، ما بتعملش فطير زي ده، بيبقى اقل جودة بكتير من ده. لكن كفايه انك عامله حاجتك في البيت، انت عامله يعني ضامنه نظافتها وضامنه جودتها، واللي بتعمليه بتاكليه. بصوا احنا هنا خلصنا تقريصهم، وبعد ما بنقرصهم بنغطيهم وبنسيبهم يستريحوا حوالي نص ساعة ساعة الا ربع. نبتدي بقى نفرد فيهم. طب احنا ليه سيبناهم يستريحوا؟ سيبناهم يستريحوا عشان النتيجة دي تحصل قدامنا، ان احنا لما نفرد العجينة تتفرد معانا بكل سهولة وما تكشش وتلم على بعضها. طبعا احنا بنقعد نفرد، انا كنت هشد وما قالت لي لا لسه شوية على الشد، لما نبططها ونخليها مش تخينة هنقعد نبطط فيها كده انا وهي مع بعض لحد ما نخليها رقيقة خالص. وبعدين نبتدي ايه نشدها على الاطراف بحيث ان احنا نفردها لاقصى حاجة عشان تبقى الطبقات بتاعتها خفيفة، ما تبقاش طبقات سميكة وتبقى مش حلوة، تبقى طبقات خفيفة كده ورقيقة في البق. نقعد نفرد انا وهي خالص اهي، هي كده بسم الله ما شاء الله اتفردت. بصوا لو اتخرمت يا بنات ما تقلقوش، الاخرام اللي بتتخرم فيها بتتدارى بعد كده، لان هي بتبقى عبارة عن طبقات فوق بعضها، فالخرم ده مش بيبان، هو كله بيخش في بعضه بعد كده. هنحط بقى السمنة، طبعا السمنة دي اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي الخلطة اللي على بعضها. وبعد ما ماما هتدهنها كلها بالسمنة هنبتدي بقى ان احنا نطبقها على بعضها، نجيب الناحية دي على الناحية دي يبقى زي السندوتش كده، زي نص الرغيف.
وبرده كل ما تطبقي كل ما تحطي خلطة السمنة اللي انت عاملاها، علشان خاطر الطبقات ما تلزقش في بعضها، لان ده عجين هيلزق في بعضه ويحطيه على بعض. والسمنة اللي في النص دي هي اللي بتديه التوريقة وبتديه الطعم بصراحة. هو فطير يعني سمنة يا جماعة. لو عندك بقى حتة قشطة من اللي بنشيلها من على وش اللبن بتاعتنا دي، حطيها عليها، بتبقى خطيرة خطيرة خطيرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا كده اتلمت اهي، نعملها زي البقجة كده، زي السرة بتاعت الفلوس، ونشيلها ونحطها في الصينية اللي احنا هنخبز فيها. هو هنسيبها على جنب تستريح، مش هنحطها في الفرن على طول، احنا بس نعملها سرة كده ونركنها على جنب، ونبتدي نعمل في واحدة تانية. في ناس بتعمله كور صغننة العجين، وبتعمل كورة جوه كورة جوه كورة تفردهم. دي برضو طريقة حلوة جميلة، جربناها ونفعت. بس احنا بصراحة يعني ماشيين على الطريقة القديمة، مفيش أحسن بصراحة من الطريقة القديمة إن احنا نفرد، وأسهل في الوقت كمان. يعني أنا بحس الطريقة دي أسهل من الطريقة التانية وموفرة في الوقت. وهو كل واحد برضو حسب ما تعود. برضو هنفردها بنفس الطريقة، ونحط فيها سمنة ونطبقها ونشيلها على جنب في صينية تستريح هيك. أول ما تحس إن الفطيرة كده شمت نفسها كده ورفعت سنة، بنبتدي إيه، نبططها وندخلها الفرن. هنبططها برضو دلوقتي مع بعض، يعني بنقول نروقها. نبتدي نروقها وندخلها الفرن. بصوا الفطيرة معانا اللي استريحت اللي عملناها الأول، سنها رفعت كده واستريحت ما شاء الله. ابتدي ابططها بالراحة كده واروقها، تخليها، بصوا مش لازم تبقى على قد الصينية، عادي ممكن تبقى اصغر من الصينية. اهم حاجة انها ولا تبقى رفيعة ولا تبقى تخينة. وبعد ما هروقها كده هروح حاطة شوية السمنة على وشها اللي بيلمعوا دول، عشان تتحمر في الفرن وتبقى جميلة، وندخلها الفرن. الفرن مفتوح من تحت ومن فوق في نفس الوقت عشان تستوي وما يعني لو فتحتي من تحت بس بتلدن كده وبتنشف، بتجلد، ما بتبقاش حلوة. بصوا الفطيرة لما بخبط عليها بتتكسر، انها ما شاء الله ناشفة. هنا بقى صورت لكم الفطيرة وهي في الفرن والسمنة فيها اللهم بارك، بصوا منفوخة كده. زوز ده بقى عسل على طحينة، زي ما قلنا طحينة حمرا اللي احنا بنحبها، تقلبها كلها كده ببعضها. عندك مربى، سكر، جبنة قديمة، جبنة علب، اللي تحبيه اعملي. بصوا الجلاش بقى بتاعنا اللهم بارك. يعني بصي، ولا تقولي فرنة ولا تقولي نجيبه مش عارفة من مين ولا نعمل ايه، وما بيتكلفش فلوس قد اللي بتجيبيها من بره. وحتة السمنة البلدي اللي بتحطيه فيها بتخلي طعمه في حتة تانية خالص. الفطيرة بسم الله ما شاء الله زي السكر، زي القمر كده، قمر قمر يعني. بصوا بقى شوية عسل وشوية جبنة قديمة، جبنة براميلي، عسل سادة وعسل بطحينة للي بيحب. وبألف هنا على عيونكم وعلى عيوننا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وكل الناس تاكل في صحة وهنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.